أحبابي أصدقائي متابعينا في كل مكان، السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. يلا بينا. كل سنة وأنت طيب يا فرفوش، كل سنة وأنت طيب يا كوتش. عقبال ما نشوفك السنة الجاية ماسك فرقة في أوروبا كده، ولا في آسيا، ولا حتى في أمريكا اللاتينية، أو حتى تمسك مركز الشباب حتى. شوف يا حبيبي، انت كفاية عليك بس اللي انت هتفتكر اللي انت كنت بتقعد معايا وتتعلم وتستفيد من دروس اللي انا بديها لك مجانا. يلا اسند ظهرك. ما تزعلش قوي كده يا كوتش، انت كان عندك امل ان انت تمسك الزمالك، بس يلا حظك وحش. على العموم ممكن تمسك رئيس النادي بدل مرتضى. ويعني مرتضى منصور هيسيب العملية دي كده بالساهل؟ ده هياخد الكرسي معاه. يعني ايه، ممكن يرجع تاني ولا ايه؟ يعني انا متوقع كده برضه، هيقعد يفحفح على اي ثغرة قانونية ولا اي حاجة لحد ما يرجع تاني يمسك نادي الزمالك. وبكرة فكرت مش بعيد كمان يا كوتش يدير النادي بره كده الكرسي الرئاسة، ويقعد يلم شوية كراسي كده ويحطهم في اي جنينة، زي ما عمل قبل كده في الماتش بتاع السلة ده، وراح جاب لهم كاس واحتفلوا بيه. فاكر الحكاية دي؟ يا سيدي كل شيء وارد، بس دلوقتي مين اللي هيمسك النادي؟ الأعضاء هيتخانقوا مع بعض، ولا مرتضى يرشح لهم حد يمكن ابنه كمان يكمل المسيرة وهو اللي يمسك النادي ويبقى بالوراثة؟ ايه ده؟ قصدك يعني يا كوتش نرجع لقانون التوريث ده من السياسة للرياضة؟ وارد، كل شيء جايز يا كوتش. اللي خلانا نقعد معاك وتقعد تفتي، يلا كل حاجة واردة. اسمع يا ده فاهم يالا، اظبط نفسك معايا بدل ما اظبطك. التكميلة بدماغك دي اللي عامل زي كحك العيد. امشي ياد من قدامي ياد، بدل ما يطلع عليك شوية لبن ابو وشك. ليه يا كابتن، انت بتعرف تنكد اهو، بس اوعى تضحك احسن وشك يشقق. محدش يعصني، امسكولي الواد ده عشان افعصه.